ليه في دكتور بيقبض راتب محترم بيشتغل من 60 ل 70 ساعة في الأسبوع، ومع ذلك لما يوصل من 40 من عمره يفضل مفلس؟ مش هقول لك حكاية عامة، لأ، أنا هقول لك فكرة هتقلب نظرك للمرتب بالكامل. المشكلة مش إن الدكاترة المرتب بتاعهم مش كفاية، لأ، المشكلة إن محدش علمهم إزاي يديروا المرتب بتاعهم ويخلوا فلوس تشتغل لهم وتجيب لهم فلوس. فكر في طريق طالب طب، 5 سنين كلية، سنتين امتياز، 3 سنين تخصص على الأقل. السنين دي كلها بيتعلموا الطب بس، محدش علمهم اقتصاد، محدش علمهم استثمار، محدش علمهم ازاي يديروا فلوس، محدش قال لهم في يوم من الأيام إن الراتب مش هو الهدف، الوصول هي الهدف. فالنتيجة الطبيعية أي زيادة في المرتب تتحول تلقائي لعربية أحدث، عيادة أحدث، مستوى معيشة أحسن، مش بتحول لأصول. المشكلة بتزيد لما الدكتور يكون وقت فلوس، سواء شيفت أو عيادة، لو وقف دخله بيقف. لما تفهم إن الهدف مش أكسب أكتر، لأ، أبني أصول تكسب من غيري، بتغير طريقة تفكيرك في النظام المالي، وتبدأ تقيس نجاحك بسؤال: هل لو أنا وقفت شغل النهاردة فلوسي هتقف ولا هتزيد؟ ودي مش رفاهية فكرية، لأ، ده الفرق بين دكتور بيشتغل لغاية المعاش عشان هو مجبر على كده، ودكتور تاني بيشتغل بس عشان هو ده اختياره. هو ده اللي اسمه حرية مالية. وأكيد هيبقى في صوت يقول لك: طيب أنا لسه طالب، أنا لسه في الامتياز، مرتبي أصلا مش كبير، مستثمر إزاي؟ سؤال منطقي جدا، لكن الاستثمار مش بيبدأ بإنك تعمل فلوس كتير، لا، بيبدأ بإنك تعمل عادة ونظام، حتى لو مبلغ بسيط جدا. مش مهم المبلغ، المهم إنك تعمل العادة. وصوت تاني بيقول لك إن أنا مش عايز أدخل في ربا أو شبهة حرام أو كده، لكن في اختيارات كتير مش حرام. وأنا عن نفسي مقرر 100% إن أنا مش هعمل أي حاجة حرام أو أستثمر في حاجة حرام. أنا لسه داخل سنة 5 وما عنديش مرتب أصلا، لكن في حاجة وقفتني، إن أنا سمعت دكاترة كتير أكبر مني سنين بيسألوا نفسهم فلوسي راحت فين؟ فقلت لنفسي أنا مش هستنى لغاية ما أبدأ شغل أو أبدأ آخد مرتب علشان أتعلم فلوس ماشية إزاي وأتعلم نظام الفلوس. الفكرة مش إن أنا وصلت، لا، الفكرة إن أنا بتعلم من دلوقتي عشان لما الدخل والفلوس تيجي أكون عندي قاعدة ونظام ماشي عليه. فلو أنت عايز تكسر معادلة دكتور بمرتب عالي بس مفلس، في 4 خطوات. 1، فرق بين الدخل والثروة. الدخل هو المرتب اللي بيجيلك كل شهر، الثروة هي الأصول اللي أنت بتبنيها علشان تدخلك فلوس واحدة. الهدف إنك مش تزود الأول، لا، الهدف إنك تبني التاني. 2، حدد نسبة تتحول كل شهر تلقائي من قبل ما تبدأ تصرف حاجة. النسبة مش مهمة، حتى لو نسبة بسيطة جدا، النظام هو الأهم، إن تتحول كل شهر. 3، اختار الطريقة الحلال 100%، دور وابحث واسأل شيوخ، اسأل أهل علم. 4، قيس نفسك بسؤال واحد كل سنة: هل لو أنا فكرت أوقف شغل دلوقتي هعرف أعيش ولا لأ؟ فالهدف مش المرتب العالي وخلاص، لا، الهدف إنك توصل لمرحلة إنك مش بتشتغل علشان مجبر، لا، أنت بتشتغل عشان أنت حابب إن أنت بتشتغل ده ومختاره بنفسك. ده جوهر اللي أنا بحاول أبنيه هنا وأوثقه، مش بس رحلة طبية، لا، رحلة للحرية المالية. وطبعا من غير ما نتنازل عن أي حاجة خلال. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن النظام ده ما تنساش الفولو، واستنى الفيديوهات الجاية.